شاهد ماذا قال المدرب السابق للمنتخب الجزائري رابح ماجر عن فترة تدريبه لمنتخب الجزائر. من 2019 لما تركت الفريق الوطني ما حبيت نتكلم على الموضوع ده. نعم. ولكن الناس راهم يغلطوا فيهم. نعم. ليه هذا الكلام؟ الآن نشوف في اليوتيوب ونشوف بعض من تصريحات الناس وأمور هكذا، يقول لك لا رابح ماجر كلاعب أسطورة ولاعب كبير ولكن كمدرب فشل. أين الفشل؟ نجحت كلاعب وفشلت كمدرب. كيف أنت تحكم علي في مباراة ودية، فزت بمباراة ودية وخسرت مباراتين. نعم. مباراة ودية أيضا. نعم. وكنت نحضر الفريق لكي نذهب إلى مصر في 2019 كأس نعم. إفريقيا النهائيات. نعم. هذا هو الكلام. نعم. مباراة ودية أمام المنتخب البرتغال، منتخب قوي طبعا. من أحسن منتخبات في أوروبا، في لشبونة وفي رمضان. يعني صايمين الشباب. أي، وخسرت هذه المباراة الودية. كيف تقول فشل؟ من أي الفشل؟